في حكايات لما بنسمعها بنحس اننا بنتفرج على فيلم سينمائي، لكن الحكاية اللي هقولها لك النهاردة حقيقية 100%. جيني بروتن طفلة صغيرة عندها 6 سنين. في السن ده المفروض تلعب، تضحك، تتعلم، وتلاقي حضن ام واب يحموها. لكن بيتها ما كانش زي اي بيت. المخدرات فيه كانت زي كوباية المية. امها مدمنة وابوها غايب عن المشهد تماما. واول درس اتعلمته جيني في حياتها ما كانش جدول الضرب، كان ازاي تتعاطى المخدرات. تفتكروا طفلة تبدأ حياتها بالشكل ده هتروح فين؟ وهنا كانت الطفولة المشوهة. كبرت جيني وسط فقر وعنف يومي وإدمان بيحاصرها من كل اتجاه. الأطفال في سنها كانوا بيكتبوا في كراساتهم، وهي كانت بتتعلم ازاي تلف سيجارة المخدرات. الأطفال كانوا بيجروا في الشارع وبيلعبوا، وهي كمان كانت بتجري، بس بتجري من الخوف أو من البوليس اللي بيقبض على أمها. والطفولة دي علمتها إن الحياة قاسية، وإن اللي بيعيش فيها محتاج يكون أقصى منها. وبالتدريج اتعلمت جيني السرقة. الأول حاجات بسيطة، محفظة، عربية مفتوحة، ولكن مع الوقت الجرايم بدأت تكبر وتكبر وتكبر، وبقت جزء من هويتها الشخصية. وهنا كان التحول من الإدمان إلى الإدمان والجريمة. جيني ما كانتش مجرد مدمنة، جيني كانت مدمنة وسارقة، وعندها 17 جناية في سجلها الجنائي، والدولة بتقول لها 17 مرة انت خطر على المجتمع. لكن محدش في الوقت ده كان بيسأل مين اللي خطر على جيني، مين اللي دمر طفولتها من البداية. هي نفسها قالت في مقابلة: أنا كنت عايشة جوه دورة الإدمان والجريمة، معرفتش أي طريق تاني. وهنا كان السجن ومراية المواجهة. قبل ما تكمل 40 سنة لقت نفسها في زنزانة برد، وبتنام على سرير حديد، وما بتسمعش غير صوت صدى الباب وهو بيتقفل عليها. اللي جواها كان فراغ، إحباط، إحساس إنها خلاص انتهت. لكن في ليلة من الليالي وهي قاعدة لوحدها سألت نفسها: هو أنا ليه لسه عايشة؟ حد يجاوبني. السؤال ده كان بداية التغيير، مش لأن الإجابة كانت واضحة، لكن لأن جيني لأول مرة في حياتها واجهت نفسها بجد. وده يا جماعة أصعب خطوة في رحلة المواجهة. ومن هنا كانت بداية التحول. بعد ما خرجت من السجن كان عندها اختيارين: يا إما ترجع تاني للدايرة نفسها، يا إما تواجه خوفها وتدخل في رحلة التعافي. والمرة دي قررت تختار الحياة ودخلت برامج التعافي. ابتدت تتعلم ازاي تعيش من غير مخدرات، وابتدت تبعد عن الأشخاص اللي كانوا بيجروها لتحت. والأول مرة حست إن في أمل، بس الفرق إن كل مرة كانت بتقع فيها كانت بتقوم أقوى. وبعد التعافي بدأت رحلة العودة للتعليم. جيني كان عندها حلم قديم قوي، إنها تتعلم، لكن الفقر والمخدرات والجنايات كانوا دايما بيقفوا في طريقها. المرة دي قالت: لأ، أنا لازم أدي نفسي فرصة. وبدأت ودخلت جامعة شمال سياتل. اتعلمت من جديد خطوة بخطوة وسط شباب أصغر منها بكتير، وبعدها كملت بكالوريوس السياسة العامة في جامعة واشنطن. تفتكروا ايه أصعب؟ إنك تبدأ كلية في سن 18 سنة، ولا إنك تبدأ بعد ما حياتك كلها تقريبا ضاعت؟ أنا شايف إن التانية أصعب بكتير. لكن جيني ما وقفتش، كملت ماجستير الإدارة العامة من نفس الجامعة، جامعة واشنطن، وكمان فازت بمنحة عائلة مارتن الشرفية، وانضمت لفريق واشنطن الأكاديمي، وحولت التجربة بتاعتها لقوة. وبدل ما كانت هي الضحية أصبحت هي القائدة. وبعد النجاح الأكاديمي المبهر أسست مبادرة المبادئ الثلاثة: الوقاية، السياسة، والممارسة. والمبادرة دي هدفها دعم السيدات اللي بيعانوا من الإدمان، ومواجهة السياسات اللي بتسجنهم بدل ما بتساعدهم. ومش بس كده، دي عملت مبادرة كمان اسمها OUT، وهي عبارة عن برنامج من 10 وحدات بيساعدوا الناس اللي مروا بنفس تجربتها على التحول من الفشل إلى النجاح. النهاردة جيني مش بس متعافية، هي محامية عن التغيير، بتقف قدام البرلمانات وبتحكي قصتها علشان تثبت إن الماضي مش هو اللي بيحددنا. وتعالى لما أقول لك على درس جيني علمته لنا كلنا عن مواجهة الخجل. جيني حطت صورتها اللي متصورها في ملف الشرطة وصورتها وهي بتتخرج من الجامعة في نفس الإطار، وقالت للعالم كله: الماضي مش بيحددك، انت اللي بتحدد مصيرك.
لو انت سامعني دلوقتي وحاسس ان حياتك انتهت، افتكر جيني بروتين اللي بدأت من الطفولة الضائعة ومن 17 جناية ومن محبوسة في زنزانة حديد، لكن وصلت للتعافي والتعليم والنجاح. أنا وليد خطاب، ودي كانت قصة ملهمة من قصص التعافي. لو حابب تسمع قصص أكتر اشترك في القناة واضغط على زر التنبيهات، وما تنساش يمكن اللحظة اللي انت بتحس فيها انك انتهيت تكون هي نفس اللحظة اللي هتبدأ فيها حياتك من جديد.